جوزي روح بيا من لندن لليبيا باش نتعلم أحلى وألذ بازين من حماتي الفالحة. بازين تقليدي لكن على طريقتها الخاصة، يعني مش بالفول، بالعدس الأحمر. تابعوا معاي خطوة بخطوة وأنا متأكدة حتدمنوا عليه وحتنسوا الفول. نحطوا شوية عدس أحمر في طنجرة ونخلوه يغلي، نقلوا فلفل في زيت وصون ونحطوا عليهم بصل ونحركوهم كويس. بعدين نطلعوا الفليفلة ونحطوا عليها الجديد ونحطوا عليهم ملح، فلفل أحمر حسب الذوق، والكركم. نضيفوا ملعقة طماطم معجون، نخلوا الطماطم يتقلى في الزيت كويس باش يتخلص من الحموضية، لأن الطماطم المعجون في ليبيا حامض شوية فلازم نقلوه كويس في الزيت. ونزيدوا عليهم مية لأن نغطوهم شوية. نضيفوا عليهم طماطم أخضر مهروس، وبعد ما يغلوا كويس نضيفوا عليهم البوتيتو. بعد ما طاب العدس ناخدوه ونهرسوه كويس ونحطوه في الصوص متاعنا، ونحطوا معاهم فلفل وتومة وملح مهروس وملعقة كروية. نغطوهم ونخلوهم يطيب على راحتها. ناخدوا دقيق الشعير ونحطوه في غربال. في ليبيا لازم يتغربل الدقيق الشعير كويس. نضيفوا عليهم ملح. نبدو نزيدوا في المية شوية شوية، لازم ينعجنوا كويس، يعني حتى لو ما عجنتوش بالإيد فيكم تعجنوه بالمكسر. أهم شيء ما تستعجلوش في العجن، البازين يحب الصبر واللي يصبر عليه ياكل أحلى لقمة. لما تتكون معنا العجينة بهذا الشكل نبلوه بشوية مية. في ناس يحطوا في العجينة زي ما هي، لكن حماتي الفالحة دارات لأجزاء وحطاطها في مية تغلي. خلوه يطيب لمدة تقريبا 45 دقيقة. نبزعوا منه الصفو متاعها وتبدأ في تعصيد. تعصدوه بهذا الشيء ما نعرفش اسمه بالعربي، بس تقدروا حتى تعصدوه في المكسر. لازم البازين يتعصد كويس باش يجينا رطب بشكل بسهولة. بعد ما تعصد البازين كويس نبدو نشكله فيه لشكل النهائي. ندهنوه بشوية الدهان، نحطوا عليه الجديد والصوص متاعنا. أنا متأكدة لو جربتوه حتدمنوه، لأن أصلا ما فيش فرق بين العدس والفول في الطعم. لو عجبتكم الطريقة المختلفة متاع حماتي الفالحة في البازين قولوا لي في الكومنتس. وهل مستعدين تجربوه بالعدس الأحمر ولا مكتفين بالفول؟